عيش حياة صحية وطويلة. اسمي جنان وأعمل صيدلانية في كندا. راح أحكي لكم كل ما يخص الغدة الدرقية في 3 حلقات. اليوم الحلقة الأولى راح يكون عن خمول الغدة الدرقية فقط. شنو هي الغدة الدرقية؟ هي غدة تشبه الفراشة، تحيط بالقصبة الهوائية وتقع أسفل الرقبة. تفرز هرمون جدا مهم اسمه هرمون الثايروكسين، حيث ينظم عمل الجهاز الهضمي، القلب، العضلات، الدماغ، ويحافظ على عظام الجسم صحية. شنو أعراض قلة هرمون الثايروكسين أو قصدي خمول الغدة الدرقية؟ الأعراض أنه تشعر بالتعب، ذاكرة ضعيفة، قبوضية مزمنة، ارتفاع ضغط الدم، ما تتحمل البرودة وتشعر ببرودة دائما، وجفاف وخشونة الشعر وجفاف البشرة. شنو أسباب قلة هرمون الثايروكسين أو خمول الغدة الدرقية؟ السبب أنه هي الغدة تبدي ما تفرز خاملة، قلة اليود بالأكل، مقاومة الجسم للهرمون، مشاكل في الغدة النخامية، إزالة الغدة الدرقية بعملية جراحية جزئيا أو كليا، وبعض الأدوية. شلون التشخيص؟ الطبيب راح يقرر فحص دم، وإذا كانت شوية متضخمة ممكن يسوي سونار وراح يقرر. إذا كان سببها قلة اليود بالأكل فراح يقول لك على الأكلات اللي بيها يود، اللي هي الحليب، اللبن، البيض، السمك، وأكو ملح الأكل يباع بالأسواق مضاف له يود. إذا كانت خاملة وما تفرز هرمون الثايروكسين راح ينطيك هرمون الثايروكسين على شكل حباية، تأخذ حبة واحدة باليوم. الجرعة تختلف من شخص إلى آخر. عادة حباية الهرمون الثايروكسين اللي هو اسمه ليفوثايروكسين راح ينطيك إياه ويأخذ مرة واحدة باليوم قبل على معدة فارغة، يعني ساعة قبل الأكل أو ساعتين بعد الأكل. هذا الدواء راح يخلصك من كل الأعراض اللي تسببها قلة هرمون الثايروكسين، اللي هي التعب، فقدان الذاكرة، والقبوضية، وارتفاع ضغط الدم، وقلنا ما تتحمل البرودة، وجفاف وخشونة الشعر، ويرجع ينظم عمل القلب والجهاز الهضمي والدماغ والعضلات. إذن هاي الحباية جدا مهمة حتى تحافظ على صحتك العامة وما تعاني من المشاكل. وهذا كل ما يخص انخفاض هرمون الغدة الدرقية. بالحلقة القادمة راح أحكي لكم عن ارتفاع هرمون الثايروكسين بالجسم. وأشكركم. الصيدلانية جنان.